كلنا عايشين في النور، انت اللي قاعده في الضلمه. ولو انت مصممه على ان انت تفضلي قاعده في الضلمه زي ما انت، فمحدش فينا مستعد ان هو يجيلك في الضلمه. ولو حابه تفضلي مكملي فيها فكملي، لان ده اختيارك، ومحدش في الدنيا دي كلها هيقدر يطلعك من اللي انت فيه غير نفسك. انت الوحيده اللي قادره تختاري تفضلي في الضلمه اللي الموقف ولا الشخص ولا الحياه دخلتك فيه، او ان انت تطلعي تقعدي معانا في النور. هاي جيرليز، ويلكم باك تو ماي channel. وحشتوني جدا جدا. والنهارده الشمس طالعه قوي يعني، فحاسه ان ده مناسب قوي لطاقتي. انا بحس ان انا طاقتي طاقه الشمس، يعني انا بحب طاقه الشمس. يعني انا اكتشفت من خلال رحلتي العسيره في هذا الشتاء ان انا شخص صيفي جدا. الشتاء ما ينفعنيش ولا انا ينفع له، ما فيش بينا عمار. نعمل ايه لو احنا جت علينا فتره خسرنا فيها نفسنا، أو اكتشفنا إن إحنا ما كناش بنحب نفسنا بشكل حقيقي؟ إيه هو المقابل أو عكس حب الذات؟ عكس حب الذات هو كره الذات، بس في حاجة أكبر من كره الذات، هي أذية النفس. تبقي ما بتحبيش نفسك لما تكوني بتقبلي الأذى عليها. يعني لو بتكرهي نفسك هتكوني دايما بتاخدي القرارات أو بتعملي اختيارات بتقع عليكي انتي بالسلب. تأثيرها أو نتيجتها عليكِ أنتِ بتكون دايمًا النتيجة سلبية، يعني بتاخدِك لمكان أنتِ ما كنتيش عايزة توصلي له. ومع الوقت أذيتنا لنفسنا أو القرارات الغلط اللي إحنا بناخدها بتوصّلنا لحالة إن إحنا بنعيش حالة من القلق، حالة من الanxiety، حالة من الاضطراب، حالة من الرعب، من الخوف. إن أنتِ بتيجي تمارسي أنشطة طبيعية جدًا بسيطة، بس بتحسي إن أنتِ في ضغطة في صدرِك. بتبقي نايمة تصحي من نومِك حاسة إن قلبِك من كتر ما هو عمّال ينبض أوي، خلاص قلبِك هيطلع من صدرِك. بتبقي بتشربي، بتاكلي، بتتفرّجي في محاضرة، وتحسّي إن أنتِ جواكِ كإن في بركان على وشك إن هو هينفجر. القلق الدفين ده اللي هو اللي بيبقى متراكم أو مكتوم جوانا، هو ما بيبقاش جاي من موقف بسيط. مش أنا مثلًا امبارح حد زعق لي، أو حد قال لي كلمة ما عجبتنيش، أو حد عمل معايا حاجة مش تمام، فأنا خلاص الموضوع تراكم في صدري وبقى ضغط الصدر. الموضوع أكبر من كده. الanxiety أو القلق اللي بييجي من أذيتنا لنفسنا بيكون عبارة عن تراكمات لمشاعر عشناها وعبّرنا عنها، بس still أثرها لسه فينا وهنعرف ده ليه. يعني إحنا كنا بنتكلم إن دايمًا لمّا تعدّي بتجربة مثلًا صعبة أو بقرار غلط أو باختيار مش صح وتكتشفي ده، أو تتأذي أو تتوجعي أو أيًا كان، عيشي مشاعرِك بإن أنتِ تعيّطي، تعبّري عنها، تتكلمي عنها كتير، أيًا كانت الطريقة اللي أنتِ عايزة تعبّري بيها عن مشاعرِك تعملي ده. ولكن إحنا بنلاقي إنه حتى رغم إن أنا عبّرت عن مشاعري وكتبت مشاعري في ورق وعملت، بس still أنا عايشة حالة من القلق وحالة من الخوف اللي جوايا، اللي أنا مش قادرة ألاقي لها مبرر، مش قادرة ألاقي لها سبب معيّن. فده بيكون جاي من تراكمات أو فترة ضغط وتعب كبيرة، كبيرة استنزفت كل قواكِ، لدرجة إن هي خلاص أنتِ بقيتِ حاليًا أضعف من إن أنتِ تاخدي خطوة لقدّام. عملوا تجربة إن هُم جابوا سمكة شرسة، أوكي، جابوا سمكة شرسة، أوكي. أنا مش فاكرة اسمها بصراحة، اسمها كان صعب بس هي كان فيها شين وسين. وراحوا حطّوها جوّه وعاء كبير، تمام، وحطّوا معاها، راحوا حاطّين لها شوية سمكات صغيّرين. فطبعًا السمكة الشرسة دول أول ما نزل السمكة الصغيرة راحت واكلاهم، لإن هي جعانة وهي طبيعي سمكة ولقت سمك فأكيد هتاكله. بعدها حطّوا في جوّه الوعاء ده، قسموا الوعاء لنُصّين، وحطّوا في النُص ده اللي هو في المنتصف يعني، حطّوا حاجز شفاف، تمام. فالسمكة بقى فاصل بين السمكة الشرسة وبين السمكات الصغيّرين الحاجز الشفاف ده. السمكة، وده على فكرة حاجز شفاف، تمام. السمكة الشرسة دي شايفة السمك، فهي عمّالة كل شوية تروح، 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 مش عارفة توصل للسمك، تمام. قعدت تخبّط، تخبّط، دماغها، الخياشيم، كل حاجة بقت بتنزّل دم، وهي still مصممة إنها عايزة تاكل إيه، عايزة تاكل السمك بس مش عارفة توصل له. لحد ما بعد فترة السمكة دي استسلمت، ما بقتش تخبط في الوعاء، بقت واقفة كده عادي والسمك الناحية دي وخلاص الدنيا تمام. بعد فترة شالوا الوعاء ده، والسمكة بقى قدّامها السمكات الصغيّرين. تخيّلوا السمكة دي عملت إيه، ما جريتش على السمك الصغيّر ده ولا حتى، رغم إن هو كان واقف يعني بيقول لِك إن في التجربة دي السمك الصغيّر كان واقف جوّه بُقّها
وهي ما هاجمتهوش ولا كلته ولا بلعته ولا عملت اي رياكشن، كانه هو السمكه اقتنعت انه خلاص السمك ده ما بقاش موجود، هي مهما حاولت هي مش هتعرف توصل له. وعدى كذا يوم لحد ما السمكه دي ماتت من الجوع، رغم ان الاكل بتاعها كان حواليها اللي هم السمك الصغير، لمجرد الدبانه دي رخمه قوي، لمجرد ان هي ما بقتش مقتنعه ان هو كان في حاجز واتشال، فالسمكه ماتت وسط الاكل. ده نفس الشيء معاك يا عزيزتي وعزيزي المشاهد. بتعدي بمحنه، بتعدي فتره بتكون جدا 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 صعبه، خلاص الفتره راحت، الناس اللي اذوكي دول انت طلعتيهم بره حياتك او هم طلعوا او ايا كان، الموقف انتهى وعدى وانت المفروض مشيتي. يعني انت عدى وقت من الزمن وعشتي الالم وعشتي الخوف وعشتي حاله الصراع اللي انت كنت فيها، وستيل انت علقانه هناك، انت ستيل مش قادره تتخطي ان الموقف ده عدى، الانسان ده ما بقاش موجود في حياتك، الشعور وقته انتهى، عدى وقت. المفروض ان انت تكوني بتتخطي، بس انت ستيل بتبقي مقتنعه ان انا لسه عايشه جوه الاثر، وعايشه وواثقه ان الوعاء او الحاجز ده لسه موجود، رغم ان هو ما بقاش موجود خلاص. من فتره انا عديت بتجربه علمتني واحد من اقوى الدروس اللي انا اقدر اقول ان انا اتعلمتها في حياتي كحبيبه. وكنت بكلم ماما قلت لها انا حاسه ان انا خلاص خسرت، والخساره هنا الكبيره بالنسبه لي كانت ان انا حاسه ان انا خسرت نفسي، خسرت ثقتي في قراراتي، خسرت احلامي وخسرت وقت كبير. ماما وقتها ردت عليا بجمله عمري ما هنساها: كلنا عايشين في النور، انت اللي قاعده في الضلمه، ولو انت مصممه على ان انت تفضلي قاعده في الضلمه زي ما انت، فما حدش فينا مستعد ان هو يجيلك في الضلمه، ولو حابه تفضلي مكملي فيها فكملي، لان ده اختيارك، ومحدش في الدنيا دي كلها هيقدر يطلعك من اللي انت فيه غير نفسك. لا انا ولا اي حد في الكون هيقدر يجي ياخد بايدك ويطلعك من الضلمه ويقول لك تعالي اقعدي معانا في النور. انت الوحيده اللي قادره تختاري تفضلي في الضلمه اللي الموقف ولا الشخص ولا الحياه دخلتك فيه، او ان انت تطلعي تقعدي معانا في النور وتختاري ان انت تكملي وتتعلمي درسك وتتخطي وترجعي احسن واقوى من الاول. من التكنيكس اللي بقيت انا بستخدمها كل ما اصحى من النوم واحس ان انا قلبي هيطلع بره صدري من الخوف اللي الفتره دي ركمته فيا او من القلق اللي انا عشته، انه برد على نفسي بجمله واحده: انا مسامحاكي، انا مسامحاكي يا حبيبه على ايا كان اللي مضايقك، وعلى ايا كان اللي حصل، وعلى ايا كان السبب في الحاله اللي انت فيها دي. قولي لنفسك بصوت عالي لما تحسي ان انت خلاص هتخشي في حاله البانيك اللي بتجيلك دي، او الهلع والخوف ده، قولي لنفسك انا مسامحاكي، انا مسامحاكي، انا مسامحاكي على ايا كان السبب في اللي انا فيه، حتى لو انا مش عارفه السبب، انا مسامحاكي، انا مسامحاكي مليون في المية، من غير ما هعاتبك ولا هنقدك ولا هلومك. انت بني ادم بيغلط وبيتعلم، وحتى لو كنت مكرره الغلط ده مليون مره، فالمره دي وعد مني ان الغلطه دي مش هتتكرر تاني، وعد مني ان انا مش هرجعك للنقطه او للموقف او للانسان ده تاني. قولي لنفسك ده بصوت عالي. سامحي نفسك عشان تقدري ترجعي تحبيها تاني، لان انت عمرك ما تقدري تحبي حاجه انت مش متصالحه معاها. سامحي نفسك عشان تقدري تنجحي، سامحي نفسك عشان تقدري تكبري، سامحي نفسك عشان تقدري يكون عندك طموح واحلام، سامحي نفسك علشان خاطر لما تقدري تحبيها تقدري تاخدي الحب من الناس. لان هقول لك على حاجه: اوعي تفكري ولو للحظه واحده ان هيجي اي انسان على كوكب الارض ده ممكن يحبك الحب اللي انت ما حبيتيهوش لنفسك. ما حدش فينا، حتى امهاتنا وابهاتنا، رغم ان هم حبهم حب سليم وحب فطري وحب مفيش منه اي مصلحه، بس حتى هم ما يقدروش يحبوكي حب الطرفين. ما حدش يقدر يحبك حبك لنفسه وحبه ليكي. اقصى حب انا هقدر اقدمه لك، شريك حياتك هيقدر يقدمه لك، صاحبتك هتقدر تقدمه لك، اهلك، قرايبك، زمايلك في الشغل، ايا كان، اقصى حب واكبر حب هيقدروا يقدمه لك هو الحب اللي هيطلع منهم. بس هم مش هيقدروا يعوضوا الحب اللي انت ما اديتيهوش لنفسك. فلو انت ما اديتيهوش لنفسك، ما تستنيش الناس تديهولك. ما تتوقعيش من الناس تديكي حاجه انت مش مديها لنفسك. ما تتوقعيش من الناس انها تحترمك وانت ما بتحترميش نفسك. ما تتوقعيش من الناس انها لما تديكي كلمه توفي بيها وانت لما بتدي نفسك كلمه ما بتوفيش بيها. ما تتوقعيش من الناس انها تثق فيكي وانت مش واثقه في نفسك. الثقه وحب النفس مرتبطين ببعض، وحب الذات مرتبط بتطوير الذات.
يعني هتفضلي بتحبي نفسك وحبك ليها بيزيد اكتر واكتر كل ما انت ما بتطوري منها. مش وانت بصوا، مقبره الحياه لو عايزه تدفني نفسك بالحياه ما تقوميش من على الكنبه دي. لو انت عايز تدفني نفسك بالحياه ما تشوفيش الشمس. لو انت عايزه تدفني نفسك بالحياه ما تصحيش كل يوم الصبح تبقي عايزه تنامي ومقريفه وما نمتش كويس وكنت سهرانه بالليل وما تقوميش تعملي اللي انت عايزه تعمليه في حياتك. ما تروحيش تتعلمي لغه جديده، تعلمي رياضه جديده، تعملي محتوى، تروحي شغلك، تشتغلي اونلاين، تعملي فلوس، تعملي سكين كير. ما تعمليش ده كله لو انت عايز تدفني نفسك بالحياه. افضلي قاعده على الكنبه، افضلي قاعده على السرير، ساعتها انا اضمن لك ان انت تبقي تدفني نفسك بالحياه. هيبقى حياتك ماشيه انها عباره عن عداد بيعد في عمرك وايام. انا لو سالتك دلوقتي سؤال قلت لك انت امبارح عملتي ايه، احكي لي. ما تقوليش انت كلتي وشربتي ونمتي لا، قولي لي تفاصيل يومك. وانت قاعده تسكرولي كنت بتشوفي ايه، استفدتي ايه، اتعلمتي ايه؟ طب وانت قاعده تعملي كذا عملتي ايه، طب فكرتي في ايه؟ طب وانت كنت بتشربي القهوه امبارح كنت حاسه بطعم الكافيين ولا كوبايه قهوه شربتها وانا قاعده بسكرول على التيك توك؟ وانت قاعده بتصلي التراويح كنت كده حاسه ومستشعره وروحك وقلبك وعقلك مع ربنا، ولا دماغك كانت عماله تودي وتجيب؟ فده موضوع تاني اللي هو التشتت، هنتكلم عنه. ولكن هو برضو جاي من ان احنا من كتر حاله الكسل اللي احنا بقينا فيها وحاله الخمول وحاله التعب اللي دخلنا نفسنا فيها، لما بنختار وبنقبل على نفسنا مواقف واماكن واشخاص ما يستاهلوناش، ده بيستنزف من طاقتنا. لان احنا بني ادمين، احنا عندنا ليميت في الطاقه، عندنا ليميت في الاستيعاب، عندنا ليميت في الحب، عندنا ليميت في العطاء، عندنا ليميت في كل حاجه. فلما انا احط نفسي في مكان او منطقه تخلص عليا، بعد كده استغرب هو انا ليه مش قادره اقوم من على الكنبه؟ لا يا حبيبه قلبي مش قادره اقوم من على الكنبه عشان انت عملتيه في نفسك. فاصحي لنفسك، فوقي لنفسك، سامحي نفسك عشان تقدري تنوري من تاني. مش معنى ان انا انطفيت مره مهما كان الانطفاء ده كبير، والله انا بكلمك من تجربه. انا تعرضت للانطفاء، انا كنت حاسه انه خلاص انا مش هعرف اطلع منه تاني، مش هعرف احس باحساس الشمس ده تاني، مش هعرف احب الحياه من تاني، مش هعرف احب عامه تاني، حتى مش هعرف احب نفسي. وعايز اقول لك ان الانسان بيطلع وبيواجه وبيرجع احسن من الاول وبيرجع اقوى من الاول، بتبقى النسخه الجديده منك بتبقى اقوى واحسن ومتطوره اكتر من الاول. فما حدش يقدر يطفي نورك الا لو انت قررتي ده. واوعي تاخدي القرار ده، القرار ده في ايدك. اللي طفاكي وعتمك وقعدك في الضلمه وعيشك حاله من الضنك ومن الخوف ومن المشاعر السيئه جدا جدا جدا، انت قادره ان انت خلاص اتعلمتي الدرس ده، تخطي. والتخطي قرار. انا كلمتكم في الحلقه اللي فاتت عن التعلق وازاي نتخطى التعلق وكل ده. اي حاجه في الدنيا قرار. انا لما قبلت على نفسي قرار غلط ده كان قراري. لما انت قبلتي على نفسك موقف ان انت تقبلي كلمه تتقالك او فعل يتعمل في اتجاهك او حد يقلل منك، ده كان قرارك. قرار وخدناه وكان غلط، خلاص. حاجه وعدت، حاجه وفاتت. انا اتعلمت الدرس، اوعد نفسي وعد انه لا، انا مش هقبل باقل من اللي استحقه. انا مش هتنازل، انا مش هتنازل في حق نفسي تاني ابدا. ولو عشان مين؟ ولو عشان حد روحي فيه. دايما واخده القرار كده، انا ادوس على نفسي ومن اول مره. مش هدي لحد تاني فرص تانية. فرصه ان هو موجود في حياتي دي فرصتك. ان انت دخلت او انت دخلتي حياتي دي فرصتك، وريني هتصرفي ازاي. لو انت عديتي البير مينيمم اللي هو بتاع حدود الاحترام والتقدير والحب والرعايه والاهتمام، مش عايزاكي، مش عايزاك. فده يبقى قرارك، دي تبقى النيو فيرجن بتاعتك وانت بتعملي نسختك الجديده. مش هنبقى بقى بنكرر نفس اخطاء الماضي. ودايما اسالي نفسك، هو انا قبلت على نفسي ده ليه؟ بصوا، احنا بنبقى واثقين من نفسنا جدا وبنحب نفسنا جدا، ومن ثم ربنا بيحطنا في موقف او قرار غلط بناخده، بنتصرف فيه بشكل انه انا لو كان رجع بيا الزمن وشفت نفسي صرفت كده كنت اقول مستحيل. ازاي اقبل على نفسي ان انا يتعمل فيا كده؟ ازاي اقبل على نفسي اهانه؟ ازاي اقبل على نفسي تقليل مني؟ ازاي اقبل على نفسي عدم اهتمام؟ ازاي اقبل على نفسي ان حد يشوف نفسه عليا؟ فده بيكون لان احنا كنا مفكرين ان الثقه اللي احنا بنينا في نفسنا هي دي الثقه اللي بجد. بس الثقه هي ممكن تكون كانت ثقه بجد بس كان فيها عيوب، كان فيها خلل. زي مثلا انه لما تسالي نفسك تقولي هو انا قبلت على نفسي ده ليه؟ فتلاقي نفسك تقولي انا قبلت على نفسي العلاقه دي لان انا كنت دايما حاسه ان انا ما استاهلش الحب. فلما جه انسان رمالي شويه حب، بيتحسن انه خلاص انا هحارب عشان الحاجه دي لان انا هلاقيها فين تاني.
فهنا تعرفي انت كان عندك خلل في ثقتك في نفسك، انت جميله وشايفه نفسك جميله وعندك طموح وشغاله على نفسك، بس انت كان دايما عندك النقطه بتاعه انا مش حاسه ان انا استاهل الحب. فدي كانت ايه؟ القشه التي قسمت ظهر البعير، دي كانت الثغره اللي قدامك عرف يدخل لك منها. وانا ببني نسختي الجديده، انا دي مشكلتي، دايما شايفه ان انا ما استاهلش الحب، دي مشكله عندي انا لازم ان انا اعالجها. ازاي انا شايفه ان انا ما استاهلش الحب؟ اقعد مع نفسي اشوف انا مش شايفه نفسي استاهل الحب ليه. هل ده بسبب اصوات جوه دماغي الناس حطوها فيا من وانا صغيره، او الناس قالوها لي وانا كبيره؟ ودايما دايما حطي في بالك ان الاصوات اللي بتبقى موجوده جوانا اللي بتتقال لنا دي مش وظيفتنا ان احنا نمنع وجودها، ولكن وظيفتك ان انت تتعلمي ازاي تردي عليها، وازاي يعني ما تخليهاش بتاثر عليكي بالسلب، ما تخليهاش بتغير الميكانيزم وفكره عقلك عنك. لان انا قلت لكم مليون مره ان عقلكم ده عيل صغير سهل تضحكوا عليه بكلمتين. إيه لو قعدتي تقنعي نفسك بانه انا ما استاهلش الحب من خلال بقى افكارك، واتكلمنا عن الموضوع ده المره اللي فاتت، ان دايما عقلك لازم يبقى صفايه لكل الحاجات اللي بتدخل له، لكل الكلام اللي بيسمعه، لكل الافكار اللي بتيجي على باله، لكل الفيديوهات اللي بيشوفها، لكل المواقف اللي عاشها، لازم يبقى صفايه زي المنخل او المنخل، مش فاكره، اللي هو بيصفي. ما يبقاش كل الكلام اللي داخل بالشوايب، لا، انا بقى قاعده بصفي. لان عقلك زي ما قلت لك هو طفل صغير سهل انت تضحكي عليه، سهل تقنعيه باي حاجه، خصوصا مع التكرار، الزن على الودان امر من السحر بيقولوا. فعقلك هو المتحكم فيه، هو الجزء اللي دايما هيبقى بيحركك. ففوق ما انت لازم تتعلمي ازاي تخلي عقلك صفايه لكل حاجه بتدخل له، لازم تعلمي ازاي انت اللي تتحكمي في عقلك، مش ازاي هو اللي يتحكم فيكي. وما تفكريش ان الموضوع صعب، لان حتى في الدين ربنا سبحانه وتعالى لما كان بيقول فيما معناه للعقل اقبل فاقبل، ادبر فادبر، فده معناه ان العقل هو حاجه احنا بنتحكم فيها، مش هو اللي يتحكم فينا. انا اللي اتحكم في عقلي هو عايز يوديني فين، مش هو اللي يتحكم فيها هو عايز يوديني فين. فاهمه؟ ودايما بنكون لما تلاقي نفسك مثلا انت كنت في ريليشن شيب غلط او في موقف غلط او ما عرفتيش تتصرفي في مكان ما، بتلاقي ان انت وقتها عقلك تاه منك وانت ما عرفتيش تسيطري عليه. بس انت لو كنت مشغله عقلك كنت تقولي ازاي بتتكلمي معايا كده، انا مش عايزاك في حياتي، انا مش عايزه، لو سمحت خلاص، واعمل بلوك والموضوع انتهى، انا ما اقبلش على نفسي ان يتقال لي كده وتاخدي حقك. فلو انت كنت محكمه او مسيطره على الوضع وقتها كان الموضوع هيختلف، بس خلاص دي حاجه وعدت. فدايما اسالي نفسك ايه الديفو او الخلل او الثغرات اللي كانت موجوده في شخصيتي، في ثقتي في نفسي، في حبي لذاتي، خلتني اخسرها اول مره، عشان وانا ببنيها تاني مره ما بقاش ببنيها بنفس الغلطات وارجع اعيد نفس الاخطاء وانا ما بتعلمش ليه. فاهمه اللي انا اقصده؟ ولو مش عارفه مش حاسه ان انت عايزه، مش عارفه ان انت تجاوبي على نفسك، افضلي اسالي نفسك اسئله كتير هتعرفي. خليكي صريحه مع نفسك هتعرفي. واسالي اقرب حد ليكي شايفك من غير مثاليه المجتمع، زي مثلا مامتك او خالتك او حد دايما من العيله، علشان ترجعي تحبي نفسك من تاني. انا هقولها كتير، لازم تسامحيها على اللي فات. انت لما حد بيجي عليكي في حقك بتسامحيه. لو واحدة من صاحباتك غلطت وخدت قرار كبير بتقولي لها حرام عليكي نفسك، غلطة وتعلمتيها، بتكوني هينة وبتكوني أرحم بالناس من ما انت أرحم بنفسك. ليه؟ ليه تقبلي ان انت تكوني بتسامحي وعفوة ومقدرة لكل الظروف اللي حواليكي وبتهوني عليهم وبتقولهم حبوا وانت اللي بتيجي عند نفسك الجلادة اشتغلت. تعلمي ازاي تحبي وتسامحي نفسك. ان انت تسامحي نفسك هو اللي هيخليكي تقطعي الصفحات القديمة اللي فاتت، تبدأي بداية جديدة. أول صفحة في بدايتك الجديدة تكون الدروس المستفادة من الفترة اللي فاتت في حياتي، ومجرد عناوين، مجرد عناوين. لا أنا عايزة أفتكر الأشخاص، ولا أنا يهمني أفتكر الأشخاص ولا المواقف ولا اللي حصل، لأن دي خلاص صفحة وانطوت. أنا لما هشوفهم تاني ولا لما هعيش أو هفتكر أو أي حد هيفكرني باللي حصل تاني، ماضي، ماضي وراح. عشان تحبي نفسك وتبدأي بداية جديدة مع نفسك، ركزي على المحيط بتاعك، قولي لي مين صحابك اقول لك مين انتي. شوفي الناس اللي حواليكي بيعاملوكي ازاي، لازم برضو تبقي عامله الفتره اللي انت بتبني فيها نسخه جديده من نفسك، نسخه متطوره منها، لان احنا مش هنقعد نبدا من اول وجديد. احنا هنقف، يعني هناخد النقطه اللي احنا وقفنا عنها ونكمل. تمام؟ آه، لازم تشوفي هما بيعملوكي ازاي، بيقدموا لك ايه، بيضيفوا لحياتك إيه.
يعني انا مثلا في فتره من فترات حياتي كنت ببقى حاسه ان اللي حواليا اوكي هم they're good people but they're not giving me anything, they're not offering anything at all, there is no effort, there is no impact on my life from them. مفيش اي تأثير حقيقي ملموس منهم على حياتي، هم مجرد ناس كويسه موجوده. فهنا دول ما اقدرش عليهم ان دول ناسي، ان دول دايرتي. زي ما انا ما بديهم وبضيف لهم لازم هم يدوني ويضيفوا لي، زي ما انا ما بديهم مجهود وطاقه هم لازم يدوني مجهود وطاقه. ودايما اتعلموا ان المشاكل اللي بتحصل لنا في حياتها حلو ان انا اطلع واحكي لصاحبتي، بس بلاش تكونوا الشكائين البكايين، بلاش تدوا لمشاكلكم اكبر من حجمها، لان الرغي الكتير في المشاكل بيكبرها. لما تفضلي قاعده بتحكي في مشكله هتلاقي نفسك بقيتي عماله تكبري من المشكله دي، يعني هي لو كانت حاجه صغيره هتلاقي نفسك عماله بتكبري منها. وده مش عشان خاطر انا بقول لك ده لمصلحه طرف تاني موجود في المشكله، ولا عشان خاطر ما حد، ده عشانك، عشان ما تضيعيش طاقتك على المشاكل، ما تضيعيش طاقتك على المشاكل او المواقف السيئه اللي بتحصل. لا، حاولي ان انت الموقف المشكله انا خلصتها وقتها انتهت. لو بعد كده بقى حد كان في موقف وعايز يسمع مني انا هحكي له، بس بلاش تخلوا المشاكل هي السنتر اوف ذا توك، هي مركز الحديث لما بتطلعي مع اصحابك، لما بتقعدي مع مامتك، لما بتقعدي مع اختك. بلاش. انا بقول لك الموضوع هيأثر على نفسيتك، هتبقي حاسه ان انا شخصيه بس حياتي مشاكل، هتبقي حاسه ان هو دي مواضيع اللي موجوده عندي في الحياه عامه، ان انا بحكي عن مشاكل، ودي حاجه انت مش هتبقي مبسوطه بيها تماما عامه. ما تكونيش متاحه مليون في المية لكل الناس، ما مش كل حد عايز يوصلك يوصلك، ومش كل حد عايز يأذيك يأذيكي، ومش كل حد عايز يدخل معاكي في علاقة تدخلي معاه في علاقة، مش كل حد معجب بيكي تعجبي بيه. خلي عندك استحقاقية ومعايير. احنا المواضيع دي انتوا تقريبا عشان بقالنا فترة ما بنتكلمش فيها فانتوا نسيتوها. خلي عندك استحقاقية ومعايير، وخلي كده معاييرك يا حبيبة قلبي مكتوبة، مكتوبة قدامك، علشان كل مرة ما حد يحاول يقرب منك سنتي تفتحي ورقتك كده تقولي ايه الموجود ومش ايه الموجود، عشان مش بعد بقى ما نعيش الواقعة الأليمة نبدأ نفتح نكتب هو كانت ايه المميزات والعيوب او ايه اللي كان موجود مش ايه اللي موجود. لا، احنا عايزين نتفادى، عايزين الفترة الجاية من حياتنا خلاص احنا اكتفينا من العلاقات، اكتفينا من الصحاب، اكتفينا من الناس، شبعنا منهم وشبعنا من الحكاوي ومن الخروج، عملنا كل اللي بصوا كنا بنقول على نفسنا انطوائيين جدا ما نعملش حاجة في حياتنا، بقى كل حياتنا الناس. عايزين الفترة الجاية من حياتنا الناس دي آخر حاجة. أنا، نفسي، ثقافتي، دماغي، لغاتي، جسمي، بشرتي، شغلي، فلوسي 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 كمان مرة، ده اللي أنا أبقى مركزة عليه. دي طاقتي مبقتش للناس تاني، مبقتش رايحة للصحاب. بحب صحابي أطلع معاهم مرة، أتكلم معاهم مرة، بس إن بقى دي لأ. نكبر بقى، نكبر وخلاص احنا اكتفينا. يعني شبعنا من الحكاوي، شبعنا من المشاكل، وشبعنا من ده عمل فيا ودي عملت فيا وده سوى فيا. تبقي صفر على الشمال لما تفضلي حاطه حياتك في الدايره دي. هتروحي من بنت عندها طموح واحلام وشغاله على نفسها 24 ساعه لبنت بتعمل ايه؟ بعت اصحابها فويسات وريكوردات على الواتساب. دي مش احنا، ده مش طموحنا. ده اللي عايزه تبقى امباسادور، واللي عايزه تبقى دكتوره، واللي عايزه يبقى عندها بيزنس، واللي عايزه تبقى مليونيره، واللي عايزه تبقى مليارديره فيكم. انا ده التايب اوف جيرلز، او دي نوعيه البنات اللي انا اصلا عايزاهم يكونوا يعرفوني او بيتابعوني. غير كده لا. انا صريحه، البنات اللي عندها طموح، عندها احلام، عايزه تكون ستار، تكون حاجه بتشاين، حاجه بتلمع. فاهمين اللي انا اقصده؟ حاجه الناس بتشاور عليها من بعيد، مش كل الناس تعرف توصل لها. كل واحد فيكم ربنا خلقه لسبب. اوعوا تكوني مفكره ان انت ربنا حاشا لله خلقك كمالة عدد. ربنا خلق كل واحد فينا لسبب. لو انت مش عارفه انت موجوده ليه على الارض ده معناه ان انت ما تعرفيش السبب لسه، فتفضلي تدوري وتلفي وتدوري حوالين نفسك لحد ما تعرفي انت مخلوقه ليه. كل واحد فينا ربنا خلقه عشان يعمل تاثير على الارض. خلي تاثيرك ايجابي واعملي ميك ا ديفرنس. انا حاسه ان الكلام قلب قوي شبه اسمه ايه ده يا ربي، اللي هم الناس اللي بيتكلموا عن الاستدامة والبيئة ومش عارفة ايه. بس make a difference، اصنعي فرق، اصنعي فرق يا قلبي. انتي هقول لك على حاجة،
من كام يوم طلع لي فيديو على التيك توك بوست اوكي، بنت والله العظيم قالت حاجه يعني كان قعدت اقرا الكلام شدني. اقعدي كده، عايزاكي تركزي الدقيقتين دول. تخيلي معايا، اقفلي عينيكي، تخيلي ان انت صحيتي من النوم في الاوضه اللي انت دايما بتحلمي انها تكون اوضتك، نفس تفاصيلها، والشمس داخله من الستاره الشفافه بتاعت اوضتك، وان انت صحيتي وقمتي ورحتي المكان اللي انت كنت بتخططي له، او الحياه او الروتين اللي انت دايما بتحلمي بيه، سواء انت بتلعبي بيلاتس، عندك تنس تريننج، هتنزلي تفطري مع عيلتك، قاعده في البيت اللي انت بتحلمي بيه، سواء بقى كان البيت ده بيت صغير، بيت كبير، فيلا، قصر، بيت في بالي، ايا كان اللي انت البيت اللي بتحلمي بيه. وبعدها طلعتي، ركبتي العربيه اللي انت بتحلمي تجيبيها، ورحتي على مقر شغلك، سواء ده كان شغلك الخاص او انت دكتوره ففي مستشفى، او ايا كان البوزيشن اللي انت بتحلمي بيه طول حياتك. وبعد كده رحتي وعشتي يومك، الروتين اللي انت نفسك يكون عندك في شغلك، او ان ازاي طبيعه شغلك ماشيه، السسبنس والمغامره والاكشن والتجارب والمواقف والناس، وتشوفي وتعملي وتحسي ان انت ليكي قيمه في المجتمع. وبعد كده رجعتي من شغلك ده، خلصتي ورجعتي على بيتك، طلعتي بالليل مع اصحابك، ولا انت بقى عندك اسره، ولا انت عملتي ايه، ولا انت سويتي، ولا انت مسافره بلد جديده فبتجهزي شنطك. تخيلي، تخيلي، انا عايزاكي كده تكوني رسمتي الصوره كامله. اللي جه في بالك دلوقتي هتحققيه ازاي؟ مش بالنوم على الكنبه، ومش بمسكه الموبايل. والله العظيم انا كحبيبه وصلت لمرحله، انا 20 سنه ووصلت لمرحله فتور من التليفون. انا ما بقيتش الاقي حاجه جديده في السكرول، هتبقى يا اغنيه ترند طالعه جديده، يا اما اتنين انفصلوا بيضيع. احنا لسه في بدايه طريقنا، عشان برضو انت ما تقعديش تحسسي نفسك ولا تعيشيها باي شكل من الاشكال ان انا I'm running out of time، وان انا وقتي خلص وعمري خلص. لحبيبتي، ادعي ربنا كده ان ربنا يديكي الصحه والعمر ان انت تحققي احلامك، ويكون راضي عنك عشان تحققي احلامك. وانت 20 سنه ولا 22 ولا 30 ولا 40 ولا 60 ولا 70، انت لسه عندك امل. في كتاب كان في مرة قريته، الكتاب ده بيتكلم عن كل قصص الفشل اللي موجودة في الدنيا، اللي ممكن تخلي إنسان يبقى عنده الأعذار الكافية إن هم ما عملوش ومش قادرين يعملوا أي حاجة في حياتهم. وكان كل قصة فشل، يعني بيقولك من باطن الفشل ومن باطن الألم يولد النجاح. فأنت ما عندكيش حجة، ما عندكيش حجة. أحلامك حققيها، محدش هيحققها لك. عايزه يبقى عندك اسره، عشان بس برضو في بنات كتير تقول ان هو انت يعني بتشوفي بقى ان البنات خلاص والجواز عشان انا برضو السؤال ده بسيله كتير قوي. مفيش حاجه مضمونه في الدنيا، مفيش اي حاجه مضمونه في الدنيا غير شهادتك اللي مستحيل الكليه ترجع تاخدها منك، سواء بقى شهاده طب ولا هندسه ولا اداره اعمال ولا ترجمه ولا سياحه ولا ايا كان، محدش يقدر ياخد الشهاده دي منك. دي اول حاجه. تاني حاجه، محدش يقدر ياخد لو انت بتشتغلي وبتحوشي فلوس وجايبه دهب وشايلاه على جنب. ما حدش يقدر ياخد القرشين اللي انت ممكن تعمليهم، الكم مليون ولا الكم تريليون اللي ممكن تحطيهم في البنك، ما حدش يقدر ياخدهم منك. مهما الزمن عدى ما حدش يقدر ياخدهم منك. ما حدش يقدر ياخد منك ان انت عندك جسم صحي، الفيتامينز بتاعته كامله، نسبه دهونه معقوله، نسبه عضلاته موزونه. ما حدش يقدر ياخد ده منك، ما حدش يقدر يحط ايده في جسمك ويروح ياخد ده منك. بس سهل ان انت ممكن تتجوزي بني ادم وبعد الجواز تكتشفوا ان انتوا مش مناسبين حتى لو انتوا الاثنين كويسين، وسهل انت تكتشفي ان انت اتجوزتي بني ادم اصلا غير تماما عن اللي انت كنت متوقعه، وسهل انت تتجوزي بني ادم كان كويس قبل الجواز وبعد الجواز بقى انسان مش كويس، وسهل ان انت تتجوزي بني ادم مره واحده يحس ان هو زهق فيسيبك او يطلقك او يجيب منك عيال وبعد كده يسيبك او ياخد منك العيال بعد كده وتلاقي نفسك بلا شيء. انا من كام يوم شفت ستوري لواحده، ليدي، امراه، وكانت متجوزه وطلقت، وجوزها قال لها ان انت اقعدي في البيت وربي العيلين وفلوسك هتوصل لك كل اول شهر، وهو راح وقعد في فيلا و... وفي كومباوند كبير. وبعد كده العيال دول هي قعدت ربت،
حوالي 10 14 15 سنه، لحد ما العيال دول بقى عندهم 15 سنه وبقوا حاسين ان هم لا احنا مش عايزين نقعد هنا، احنا عايزين نروح نقعد مع بابي في الكومباوند. وباباهم سقطت من عليه الحضانه، لان بعد ال 15 سنه الاطفال بيبقوا مخيرين، راحوا قعدوا معاها. وجوزها قال لها انه بقى لو سمحتي بقى يعني يا ريت بعد اذنك تفضي البيت لان انا عايزه اجره. ولقت نفسها ان هي امراه في منتصف الثلاثينات، ولا عمرها اشتغلت ولا عمرها عملت اي حاجه في حياتها ولا عندها قرش تسند عليه. وكانت رايحه للثيرابيست، الثيرابيست هي اللي بتحكي بتقول يعني انا دلوقتي مطلوب مني ارجع اوضتي اللي انا سبتها وانا عيله عندها 17 سنه. تخيلي الفجوه بين ال 17 وال 35. فحتى لا انا كحبيبه من اكبر احلام حياتي ان انا اكون اسره. اوف انتوا بتعرفنيش، انا عايزه اخلف 6 5 6 مينيموم، يعني انا من احلامي. بس دايما ما تضمنيش حاجه في الدنيا، لان ما فيش حاجه مضمونه. ما فيش جوازه مضمونه، وما فيش علاقات مضمونه، وما فيش صحاب مضمونه، ما فيش حاجه مضمونه في الدنيا دي. المضمون هو ثقتك في الله وتوكلك على الله والنجاح اللي انت بتحققيه. فده دايما لازم يبقى معاكي، سواء الراجل اللي معاكي طلع احسن راجل في الدنيا او طلع اسوأ راجل في الدنيا. لان لو طلع احسن راجل في الدنيا فدي هتبقى نعمه من عند ربنا، ولو طلع اسوأ في الدنيا فبرضه هنرجع نقول عليه درس صعب، بس هيبقى درس وتعلمتيه. فحبي نفسك، قدري نفسك، علي استحقاقك، وعلي معاييرك. عليها يا قلبي، عليها. بس طول ما انت ما بتعليها اشتغلي على نفسك اكتر واكتر علشان تبقي بتستحقي الحاجه اللي انت بتطالبي بيها. ومش مهم اللي قدامك قال عنك طماعه، قال عنك ما تستاهليش، قال عنك اقل، حسسك بايا كان. الناس دايما هتحسسك باللي هم حاسين بيه، ودايما هيبقوا عايزينك تبقي في الوعاء اللي هم طول عمرهم عايشين فيه. ما تسمحيش لحد بده، ايا كان، صديقه، صاحبه، اهل، شريك حياه، زوج، خطيب، ايا كان. ما تسمحيش لحد انه يقلل منك او يقلل من طموحك او ان هو يردمك. دايما دافعي عن نفسك، دافعي عن احلامك، وقاتلي علشان خاطر توصلي لها، لان انت هتوصلي لها. هتوصل. بصي خليكي دايما متيقنه ان زي ما اللي كانوا ولا حاجه دول وما يستاهلوش يبقوا حاجه بقوا حاجه، واللي كانوا يستاهلوا بقوا حاجه، فانت كمان تقدري. بس دايما خليكي من الناس اللي تستاهل، الناس المثقفه، الناس الواعيه، الناس اللي كلمتها حلوه، الناس اللي عندها عقل، عندها فكر، عندها طموح حلو، تشتغل على نفسها. خليكي بنت ما يهزهاش الزمن، لان احنا في زمن صعب. احنا في زمن صعب، زمن بقينا بنتكسر فيه بسهوله، وما بقاش فيه اكتر من الكسر. فخليكي قويه، خليكي عزيزه النفس، لان انت تستحقي، انت جوهره. يعني في حد على التيك توك دايما بيسمي البنات يقول لهم انتوا بوجاتي، فانتي بوجاتي. ما تخليش اللي اخره فيت ولا اللي اخره مرسيدس يقرب من ناحيه البوجاتي. اوكي اوكي بوجاتيز. فانا اي لاف يو اول. تنسوش تعملوا سبسكرايب عشان انا بجد زعلانه منكم ان انتم مقصرين في حقي. عايزين نوصل 100,000 يا جدعان خلال شهرين 3. انا عارفه ان الموضوع يبان كبير شويه، بس هو مش صعب. ان شاء الله ان انا ناويه التزم قوي الفتره الجايه باذن الله. دايما حسوا بالشمس، والله ما فيش احلى من احساس الشمس. ولما تحسوا انتوا اكتئبتوا، انا من الحاجات اللي انا ناويه عليها في حياتي الفتره الجايه ان انا اكون بره البيت اكتر ما اكون جوه البيت، لانه مهم نكون شايفين الحياه من بره الشباك ومن بره بلكونتنا، لان الحياه اكبر من كده بكتير. وعقبال بقى ما نسافر كتير 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 قوي. فتنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وكومنت وشير الفيديو ده مع صحباتكم، وتكتبوا لي الافكار اللي انتوا حابين تشوفوها في الفيديوهات الجايه. بس عامه الفيديو الجاي هيكون لثانويه عامه، والفيديو اللي بعده هيكون عن التشتت، ان ازاي التشتت وازاي التليفون هو السبب في كل القرف اللي احنا عايشين فيه ده، وازاي نبطل نكون مدمنين ونطلع من حالة التعفن الدماغي اللي احنا فيها دي. متنسونيش في دعواتكم، افتكروني في اي دعوة حلوة. I love you. See you later alligator.